معنا مباشرة الآن رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم السيد عبد الحميد أبرشان. مرحبا بك سي عبد الحميد. مرحبا اخ سماتي، مرحبا بالمستمعين الكرام ديال اذاعه طنجة. إذا سيدي عبد الحميد، أنا أعطيت واحد المقدمة، طبعا هي مقدمة. فريق اتحاد طنجة هو الذي فرض علينا طبعا الإيجابية من خلال النتائج المحققة. الآن مرحلة ديال الإياب كمرحلة جديدة، وأنا قلت هي تعتبر من أصعب المراحل، لأنه الجميع يضع اتحاد طنجة صوب أعينه الآن في المقابلات ديال البطولة الوطنية، وكل فريق كيبغي يقول أنا هو اللي هزمت فريق اتحاد طنجة بعدما حطم الرقم القياسي على مستوى النتائج الإيجابية وعلى مستوى تفادي الهزيمة. إذا كيف انا نهضروا على المقابله ديال هذا الاسبوع، ومن بعد ندخلوا في اطار الاستراتيجيه الجديده للمواجهه باليات جديده. تفضل سي عبد الحميد. وحقيقه حنا في المجهودات اللي كيقوم بها الفريق والطاقم التقني والمكتب كذلك واللاعبين باش وصلنا لهذه النتائج هذه، وبجديه العمل وكاين واحد الحسن نيه، والجماهير ديالنا كذلك حتى هي اللي كتساند الفريق، وكذلك بما فيها حتى الصحافه المحليه ديالنا اللي كتساند الفريق ديال اتحاد طنجة. المقابله ديال السنه راه ما كانتش مقابله سهله بحال اللي تكلمتي. دابا اليوم اي فريق كيطمح باش يهزم الفريق ديال اتحاد طنجة، ولو ما يكونش عنده الغرض يعمل شي نتيجه او يطلع او يعمل، ولكن خصو دائما يقول انا هو اللي وقفت. نعم، مع هذه النتائج الايجابيه اللي عملنا في هذه المرحله ديال الذهاب، واليوم دخلنا في المرحله الايجابيه، المرحله الحاسمه. ما نساوش جوج الفروق اليوم عزت الصفوف ديالها. نعم، الصفوف ديالها فيما يخص اللاعبين على مستوى الانتدابات، الفرق اللي مهدده بالسقوط والفرق اللي باغيه تطلع في هذا القسم الاول، والفرق اللي باغيه تحتل المراكز الاولى. حقيقه حنا عندنا هذه المرحله الايجابيه ما غتكونش سهله، المرحله غتكون صعيبه، والحمد لله حنا سايقين واحد الثقه كامله في اللاعبين ديالنا وفي الطاقم التقني كذلك، وحنا كنكتب حنا بدنا مستعدين هذه المرحله هذه باش نوفروا جميع الامكانيات اللي تخلي الفريق ديالنا ياخذ هذه المقابلات بواحد الارتياحيه، باش ان شاء الله نحققوا الحلم وهو الصعود في القسم الوطني الاول. هادشي اللي كنتمناو جماهير ديال اتحاد طنجة وحتى مدينه طنجة تستعد يكون عندها فريق يلعب واحد الادوار طلائعيه لما لا حتى في القسم الوطني الاول ان شاء الله. بالفعل. اذا طيب، على ذكر القسم الوطني الاول وفريق اتحاد طنجة الذي اصبح الان قاب قوسين من الصعود، حتى الاعلام الوطني اقتنع على انه فريق اتحاد طنجة هو الفريق المرشح بالدرجه الاولى لتحقيق الصعود، هو ربما من خلال النتائج الايجابيه يمكن 5 6 ديال المقابلات يتم الحسم في ذلك بصفه رسميه. فريق اتحاد طنجة لعب على واجهة أخرى كنا نطالب بها دائما سي عبد الحميد، وهو أنه نلعب على واجهة تحقيق الصعود، ونلعب على واجهة أخرى هو تكوين فريق للحفاظ على هذا الصعود حتى يتجنب المصعد. كان هناك تعاقد مع جوج ديال اللاعبين لهم تجربة من المراس من القسم الوطني الأول، اللي هو اللاعب الملحوي واللاعب أشرف. هذه كورقة ديال الاستراتيجية الجديدة بالنسبة للمكتب المسير. هل هناك من خلال التقييم اللي عملته، ربما من خلال الجلسة الكبرى مع المدرب مع اللاعبين مع كل، طبعا حتى لأنه لا يمكن أن نستثني السلطات المحلية داخل المدينة والمؤسسات المنتخبة التي تدعم الفريق، هل هناك استراتيجية جديدة لمواجهة هذه المرحلة والحفاظ على هذه المكتسبات؟ وفعلا كاين استراتيجيه انا قلت لك هو اللي نخرج فيها حقيقه. الصفه الاولى هو السيد والي اللي متبع معنا هذا العمليه كلها وكيتبع المقابلات كلهم، وحتى هو كيكون خص هذا الفريق يكون دائما يبقى كيحقق نتائج ايجابيه. وحنا كنا كان واحد العمل اللي هو العمل اللي كنساهموا فيه كلنا المكتب ولا الفعاليه السياسيه اللي على راسهم السيد العمده، والسيد والي كذلك مشكورا حتى هو اللي كيمثل حقيقه عمود فقري، وهذا مشروع اللي مخططين فيه كلنا هو ديال الصعود ان شاء الله في القسم الاول. انا اللي كنقول هو حنا كنصبروا فيما يخص كل مقابله كنصبروا لها التسجيل ديالها باش ان شاء الله
ولا كلاعبين كنا اي فريق يلعبوا معه نوجدوا له بما فيه الكفايه. انا الحديث تكلمت معهم مؤخرا، قلت للاعبين قلت لهم نساو هذا الفرق ديال عدد النقاط اللي عندنا اللي خديناها في المرحله ديال الذهاب، وفتشوا على فرق اخر من جديد. ولا فرق اخر بالفعل. بحال دينا المرحله ديال الصفر باش بالفعل. يمكننا نحافظوا على هذه النقاط اللي عندنا وهذا الفرق اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله، واللي خصنا عاوتاني نتصدروا هذه المرحله ان شاء الله ديال الاياب، نتصدروها حنا الاوليين كان دينا المرحله ديال الصفر. طيب سي عبد الحميد أبرشان، تكلمت عن السلطات المحليه، تكلمت عن الفاعلين السياسيين، ولكن ربما الفاعلين الاقتصاديين. هذا هو بيت القصيد. هل إلى هذه الدرجة لم يقتنع بعد الفاعلين الاقتصاديين بهذه الإحقاقات وبهذه الإنجازات وبإشعاع الرياضة وهو إشعاع للمدينة برمومتها؟ أين وصل هذا الملف ديال المؤسسات الاقتصادية داخل مدينة طنجة؟ حقيقة أنا عييت ما نتكلم في موضوع الفاعلين الاقتصاديين، وكنت كنخجل وكنت كنحشم نهضر على هذا. لا يكون هناك الخجل سعد الحميد. لا كنشوف مع الأسف الشديد فريق كيحتل المركز الأول، ولو أنا بحال اللي كنقول غير كلمات الشكر بعدا وكلمات اللي تقول لك رحنا بجانبكم غير معنويا، رفعنا المعنويات ديالنا. حقيقة هو كيخص يكون واحد يتعاونوا مع الفريق من الناحية المادية، خصوصا دابا سي عبد الحميد الفريق راه بدأت تظهر على الشاشة بعض اللقطات ديالو، راه ما بقاش فريق مغمور، فريق اللي ما عندوش الإشعاع الإعلامي. لا بدينا كنشوفوا اليوم اللقطات ديال فريق اتحاد طنجة. وهذا هو المشكل. دابا كيف في التلفازة كيبان الصحفية كلشي في الجرائد الوطنية كتكلم على فريق اتحاد طنجة. مع الأسف ما بقيناش شي تجاوب، وانا كنظن هذه إشارات واضحة باش هاد الناس ينوضوا حتىهم يعملوا يكفيك على الأقل تسمع عليهم فهموا في الصعود ديال هذا في صنع حدث في مدينة طنجة. نعم. مدينة طنجة اللي هو الجماهير كلها كتنتظر هذا الحدث هذا. مع الأسف هادشي حنا اللي كنطلبوا نخليكم صغير كلمة خير، أو على الأقل يخليونا نشتغلوا بواحد الطريقة اللي هي غير ما يشوشوش، ما يكونش واحد التشويش علينا. سي عبد الحميد والله ليس هناك تشويش، الفريق يلعب ادوار طلائعيه، هناك نتائج كبيره. التشويش هناك في السياسه، في الرياضه. انا غنعطيك مثال واحد المخالف كان معنا سابقا اللي هو انا ديالو هو الحضري في الاذاعه الوطنيه على راديو مرت على الهواء مباشره. راه قال واحد الكلام خطير في حق الفريق ديال اتحاد طنجه. هذا الكلام هذا راه ما غنسكتوش عليه، راه غنتبعوه قضائيا باش يقول حنا فريق كيسخر الاموال ديالو باش يشري مقابلات. لا ابدا عندنا حكام يرتكبون مجموعه من الاخطاء. مشكل ديال الحكام مطروح على طاوله الجامعه، ولكن ليس الى هذه الدرجه. حنا بالعكس، حنا شي مقابله ديال اكثر ديال السمانه كنا نحتاجوا فيها منتصرين، راه 3 ضربات جزاء تحرم من الفريق. كيفاش هذا السيد هذا كيقول هذا الكلام هذا؟ هذا الكلام هذا خطير، حاشا واش يكون هذا بحال عباره طنجاوي. طيب ربما هذه الاشياء دابا واحد الكلام اللي هو اليوم الجول المغربيه كتنوض العمل اللي كنقوموا به فريق الاتحاد طنجة. بالفعل الجرائد الوطنيه، تصفحت الجرائد هذا الصباح كلها تتكلم. حنا عندنا واحد التفكير عقلاني، واحد المجهودات كنعملوا بها، مجهودات كبيره كنقوموا بها باش يمكن اللي كنحافظوا على السمعه ديال فريق الاتحاد طنجة اللي هو كيواكب هذه النتائج. ويجي واحد فينا اللي هو مع الاسف انا ما عرفتش هذا هو على الله شكون اللي دافعوا باش يكون الكلام، والكلام ما غادي يتربى عليه. حنا ما غنتنزلوش عليه، ما غنسكتوش عليه. وفيما يخصنا المسيره ديالنا حنا ماشيين بحال اللي كيقول لك القافله تسير والكلاب تنباح. ابدا لا نصل سي عبد الحميد، لا نصل الى هذا الحد. هذه كيقول واحد غيره عندي. حنا واحد المجهود كنقوموا به، وواحد المجهود كبير كنقوموا به وكنضحيو، وحنا الصحيه اللي كنقوموا بها المدينه ديالنا ماشي اختارت المدينه ديالنا. ما يقدرش يطاول علينا هذا الشخص هذا يقول الكلام هذا ابدا، ما يسمحلوش وابدا واش يسمح له. سي عبد الحميد هو يمكن تتكلم تحت الاعصاب، هذا يبقى من حق اي مسير، لانه الانسان يضحي بوقته، يضحي بماله، وبالتالي يتعرض. وخصوصا يمكن ان نقبل انتقادات عاديه، ولكن انتقادات هذا الكلام هذا ماشي انتقاد، هذا
نعم. بالله عليك انتم لاعبين مساكين كيقوموا بواحد المجهودات وكيضحيو حتى هما كذلك واخا كياخذوا القدره ديالهم. حارس ينتحر والله زعما انا اشهد. حارس ينتحر. المدرب كنشوفوا كيفاش كيعيش مسكين حتى هو كذلك. راني قلت لكم مقابله عنده ما كيكونش يومين واخد خطوه جديه في التداريب ديالو. المدرب عنده في المستوى وباش نسمعوا هذا الكلام هذا كيسيحنا المعنويات ديالنا وكيسيحنا حنا اللي كنقولوا. ولكن يبقى دائما سي عبد الحميد والله انا اتكلم معك بصدق. يبقى دائما في اطار ديك الاخلاق وفي اطار واحد المجموعه ديال الاشياء اكبر رد على كل تشويش هي النتائج الايجابيه. غير هذا الجماهير اللي كتتبع الفريق ديالها بالفعل. واللي كتخرج تتفرج. راه انت ما اللي تقول واحد الشيء واش يلحق فيه ولا ماشي حق فيه. راه كتخرج تتبع المقابله. حنا كنظلموا ماشي كنشريو كنظلموا في المقابله ديالنا. فاش نوض تحكي بهذا الامر هذا السؤال انا نقولها بهذه الدارجه. هذه الجماهير خصها هي لا ابدا حتى لا نصل الى ذلك. نريد من الجماهير ان تصنع الفرجه داخل الملاعب. لا نريد من الجماهير ان تصنع الفرجه. طيب سي عبد الحميد انا والله العظيم بكل صدق انه كنتمنى التوفيق. نتمنى على انه لان هناك حدث خلق داخل هذه المدينه بعدما ان غاب منها سنوات. كنا دائما نغطي الازمه الرياضيه، الان نغطي الاشعاع الرياضي. اعتقد حنا كنفرحوا بهذه الجماهير بالفعل فرحانه والله اذا هذا حدث بالفعل. إذا غادي نخصوا لأن أقرب الساعة يقترب إلى موعد نهاية البرنامج سي عبد الحميد. إذا غادي نخصوا حلقات أخرى إن شاء الله لأنه اليد في اليد من أجل الإقلاع. وكرة القدم إذا انطلقت ربما سيعيد النفع على باقي الأنواع والاختصاصات الرياضية الأخرى. شكرا لك سي عبد الحميد أبرشام بهذا القدر.